السلام عليكم يا شباب، صباح الخير أو مساء الخير وقت ما أنتم بتشوفوا الفيديو ده. أنا عبد الله الشامي. إن شاء الله هكون معاكم النهاردة في سيشن أشرح معاكم يعني إيه لانج جراف وإيه أهميتها، وإن شاء الله تطلعوا مستفيدين بشكل كويس أوي من السيشن دي. خلينا ببدأ معاكم يعني ان معظم الناس بتتعلم اللانج جراب بطريقه غلط. بيقولوا لك ان ده فريم ورك عشان تبيلد اي ايجنت. هو ده صح طبعا، لكنه مش السبب الحقيقي ان اللانج جراف موجود عشانه. خليني اشرحها لك الاول. ان قبل اللانج جراف تخيل ان انت كنت بتبني اي ايجنت، تمام، او ايجنت بسيط. ان اليوزر مثلا كان بيقول مثلا، ثانيه واحده، ان اليوزر ال ام او اللي كان بيحصل ان اليوزر بيبدا يدي مثلا كويشن، يسال سؤال، وبعد كده السؤال ده بيبدا يروح على اللارج لانجوج موديل، الموديل بتاعك، والموديل ده بعد كده بيروح يجيب لك انسر. تمام. كان بيحصل الكلام ده فعلا، بس مش بالطريقه اللي انتوا متخيلينها. هو اليوزر كان مثلا بيقول انا عايز اعمل سيرش عن افضل 1000 لابتوب. تمام. فيروح اللي بيتم او تحت مثلا هات لي افضل لابتوب تحت ال 1000 دولار. تمام. ساعتها كنت بتعمل مثلا ريسبونس، تمام، ال ام انفوك وكويتشن وهكذا. طيب ال ام، لو ال ام احتاج يستخدم تول تانية، ساعتها انا هعمل ايه؟ انت دلوقتي عايز تعمل سيرش على افضل 1000 لابتوب تحت، قصدي افضل 10 لابتوب تحت ال 1000 دولار مثلا. تمام. هتعمل ايه؟ انت كده محتاج تول تانية. ايه اللي انت هتعمله؟ انت طبعا محتاج هتروح تعمل ايه؟ ال ام ده هيروح يعمل سيرش. تمام. بعد ما يعمل سيرش، السيرش بتاعك ده هيروح يعمل مثلا كالكوليت. بعد ما يعمل سيرش هيروح يعمل كالكوليت مثلا. انا هنا بنشخبط كده يعني، كالكوليت. تمام. وبعد ما يعمل كالكوليت هيروح يعمل ايه؟ مثلا هيروح تاني لل ام ويعمل مثلا حاجه اسمها الواتشر، او الويذر مثلا، ان هو يشوف تول تانية. تمام. وبعد كده يروح يديك ايه؟ الانسر اللي في الاخر. تمام. عمليه كبيره جدا. انت هنا كنت نو برانشنج، نو لوبس، نو لونج ليف ستيت. اللانجج تشين انت ما كنتش محتاجها هنا خالص، او اللانجج جراف اقصد، يعني اللانجج جراف انت مش محتاجها. تمام. فانت كده عندك مشكله او كذا مشكله. ان المشكله الاولى، لو انت عندك توب 10، لو انت عندك توب 10، هتعمل ايه؟ تمام. الكود مش هيبقى الكود هيبقى فيضاوي جدا، هيبقى سباكيت كود من الاخر. تمام. فخليني اقول لك ان احنا ان شاء الله في الفيديو ده احنا هنحاول نفهم ليه اللانج جراف ظهر اصلا. ليه ما بنستخدمش الكود البايثون العادي وبنروح زي فريم ورك او لانج جراف؟ ليه بنروح لها؟ ايه هو المقصود بكلمه جراف اصلا؟ او ايه هو الفرق ما بين الورك فلو والايجنت؟ ايه الستيت والنود والايدج؟ وازاي اللانج جراف بتتعامل مع اللوبس، او بتتعامل والميموري والايرورز اللي بتظهر؟ وامتى كمان استخدمه؟ لما يكون فعلا السيشن بتاعي استخدمه لما يكون القرار ده صح، وامتى يكون فعلا معقد او زائد. لانك لو اتعلمت السنتكس بتاع المكتبه بس، انت ممكن تعرف تعمل ديمو، لكنك مش هتعرف تعمل سيستم ديزاين او ايجنت سيستم، تمام، حقيقي. فاحنا زي ما قلنا نبدا من المشكله، وهي المشكله مش من اللانج جراف. زي ما قلت لك، انت تخيل انك عايز تبني ابلكيشن بسيط جدا باستخدام ال اليوزر بيسال سؤال وانت تبعت السؤال للموديل وترجع الاجابه. فانت كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتعمل كويشن. خلينا نكتب هنا تكست هنا مثلا كده. انت تخيل معايا وفكر معايا. كل اللي انت هتعمله هتكتب كويشن انبوت، كويشن انبوت، وهتدي له ايه الريسبونس بتاعك ايه الانفوك كويشن، وهتعمل له برنت ايه للريسبونس ده. نكمل. فالكويشن بتاعنا هيبقى انبوت، وهتدي له الاسك بتاعك. تمام.
والريسبونس بتاعك هيبقى الام انفوك، والكويشن بتاعك هتبرنت. طيب شكل السيستم ساعتها هيكون عامل ازاي؟ هيكون الشكل التقليدي جدا اللي هو، عايزين نرسم. آه، هيكون الشكل التقليدي جدا اللي انت عارفه، ان هو يوزر بيبعت ال ام والال ام ايه انسر. تمام. هل انت هنا محتاج لانج جراف في حاجه؟ لا، انت عندك خطوه واحده بس. انت ما عندكش حالات معقده، ما عندكش ديسيشن، ما عندكش تولز، ولا عندك اي حاجه هتوقفك. انت بعد شويه ان احنا قررنا ان ال ام لازم يستخدم سيرش تول. عشان كده احنا دخلنا اللانج جراف. فيبقى السيستم او الشكل بتاعك في الاخر هيبقى هنا يوزر مثلا. تمام. واليوزر ده هيبعت لي ال ام. تمام. والال ام ده هيعمل سيرش. تمام. سيرش تول بقى. تمام. خلينا بس نختصر هنا الطريق. بعد كده ال ام رايت انسر. ده هو اسمه اوركستريشن، اللي هيكتب لك الانسر اللي هو جابها من السيرش. تمام. وبعد كده هيبقى عندك ده كله هيطلع لك ايه الانسر في الاخر اللي هو اليوزر من الاخر. تمام. فانت ده ممكن تنفذه بكود ازاي؟ هيبقى طويل شويه. تمام. بس خلينا نشرح الجزء الثيوريتيكال ونفهم الموضوع، واحنا كده كده هيبقى معانا التطبيق يعني قدام. تمام. فاحنا ما زلنا احنا هنا مش محتاجين لانج جراف قوي. طب يا باشمهندس، انا في حاجه مش فاهمها يعني. انا ازاي بعمل سيرش؟ طب ما انا ممكن اعمل مثلا آه يعني مثلا ريسبونس ايكوال اللي هي دي. تمام. ال ام انفو زي ما انا عامل كده بالظبط يا باشمهندس. وهحط الكويشن بتاعي واعمل ريسبونس دوت ريكوست سيرش، واسمي مثلا ريكوست سيرش بتاعتي اللي انا عارفها، واعمل سيرش بالطريقه العاديه. انت كده فعلا مش محتاج لانج جراف بالضروره. لكن لسه عندك لو الموديل بعد ما بتستخدمه مثلا السيرش بتاعك تكتشف انه محتاج الى تول ثانيه تعمل ايه. فانت مثلا محتاج سيرش. بعد كده تقرا الويب بيج اللي انت رايح لها تعمل لها سيرش، تعمل اكستراكت. تمام. خلينا نشوف هنا. خلينا نمسك ده بس الاول عشان تكون واضحه ليكم. تمام. انت عندك هنا ايه الدنيا. عندك هنا اليوزر هيبعت لل ام. طب ال ام ده محتاج سيرش تاني، هتروح تعمل كالكوليت ال ام ويديك الانسر. طب لو انا رايح لداتابيز هيعمل داتابيز وبعد كده هيعمل هيومن انسر. تمام. وممكن كمان الموضوع يخش معاك في ان انت تعمل تروح لما تيجي تقرا ويب بيج مثلا. تمام. تعمل اكستراكت للتكست الموجود جوه. فانت محتاج شويه تفاصيل. طب خلينا اتكلم معاك كده. طب يا باشمهندس، انا لو ما لقيتش المعلومه بتاعتي دي في الويب بيبر بتاعتي اعمل ايه؟ لو التول بتاعتي فشلت، لو اليوزر لازم يوافق على كل خطوه، لو هو عامل حاجه دي في سيستم سيستم. تمام. لازم يوافق قبل ما يعمل كل خطوه. لو الابلكيشن بتاعك ده وقف بعد تنفيذ مثلا 4 ستيبس، وانت عايز تكمل من نفس المكان، هتعمل ايه؟ وازاي اند اصلا ال ام؟ يا لهوي، ده في تفاصيل كتيره جدا جدا جدا. المشكله هنا المشكله هنا اصبحت، يعني نبدا خطوه كده. المشكله هنا اصبحت ان انت ازاي تمانج عمليه التنفيذ الطويله، او اللي ليها حاله او اللي لها ستيت، واللي فيه نودز او فيه ديسيشن، وفي ايرورز ممكن تحصل معانا في النص. ودي هي المنطقه اللي اتعمل فيها اللانج جراف. ان اللانج جراف ما اتعملش عشان يحل لك مشكله ان انت بتقعد تعمل تلاقي تولز كتيره. كان في تولز كتيره انت ممكن تضيفها زي السيرش، زي الاوركستريشن. تمام. وممكن برضو ما توصلش للطريقه بتاعتك دي، او توصل ليها بالهارد كود. طب ليه يا عم؟ ما انا هعمل لك اللانج جراف بتاعتك. طب ايه هو اللانج جراف اصلا؟ اللانج جراف هو فريم ورك. تمام. يعني تقدر تقول عليه بينظم وبيشغل الابلكيشن بتاعك، وهو موجود فيه ايجنت
ورك فلو بدل ما انت تروح تعملها من الصفر او تعملها بورد كود. تمام. في حال ان هي كل شويه انت عندك تغيير من الوقت. طب باشمهندس انت عمال تقول يعني ايه اوركستريشن؟ يعني ايه اوركستريشن؟ تعمل كل شويه اوركستريشن. كلمه اوركستريشن معناها ان انت تعمل مانج وتنسى التنفيذ قبل ما تعمله. يعني اي خطوه تتعمل هي الاوركستريشن بيعملها. البيانات انت بتدخلها، الخطوه التاليه. تمام. هل ممكن ان احنا نكرر الخطوه اللي حصلت؟ هل ممكن نوقف التشغيل؟ هل ممكن الانسان يخش في او الهيومن يخش ان هو يوافق الموضوع ده؟ تمام. فالموقع الرسمي بتاع لانج جراف او الدوكيمنت بتاعهم، تمام، بيصف اللانج جراف بانه فريم ورك لو كود. تمام. يعني ايه لو كود؟ منخفض المستوى ان انت تبني او تعمل مانج او تشغل ايجنت طويله، تمام، او ستيتفول طويله، مع دعم البريسيستنسي والدريبل اكسكيوشن والهيومن ان ذا لوب والميموري. كل ده اللانج جراف بتعمله. تمام. اذا اللانج جراف مش ال ام ولا فيكتور داتابيز ولا برومت لايبراري بس، لا دي تو ولا حتى سيرش تو. تمام. ولا هو بديل عن البايثون. تمام. لا انت تقدر تستخدم البايثون، تمام، بس بدل بالطريقه التقليديه او الهارد كود. تمام. وان انت تقدر تستخدم الباكج دي او الفريم ورك ده. تمام. طيب هيجي حد يقول لي طب يا باشمهندس هو الفرق ما بين ال ام والايجنت والورك فلو؟ يعني انت عمال تقول ان ان في ال ام او اللارج لانجوج موديل، تمام، اللانج جراف هي ايجنت وورك فلو. طب قبل ما نفهم اللانج جراف لازم نفرق ما بين ثلاث حاجات. ال ام، تمام، ده بياخد منك الانبوت ويطلع لك الاوت. انبوت يخش على موديل في النص يديك اوتبوت. تمام. ده لارج لانجوج موديل. بس ده سيمبل لارج لانجوج موديل جدا بسيط جدا. هو موديل وحده، مش بيبحث، مفيش تولز فيه، مش بيدور على الانترنت، مش بيدخل في داتابيز، مش بيبعت ايميلات، مش بيطبق. هو كل اللي هو عامله ان هو بياخد انبوت يدخلها على موديل يطلع لك ايه؟ اوتبوت. تمام. طيب الورك فلو عباره عن خطوات مترتبه غالبا انت اللي بتبقى محددها. يعني مثلا انت هتعمل ايه؟ ابلود السي في، هتعمل اكستراكت للتكست، هتعمل ديتكت للسكيلز، تمام، وتعمل اناليسيز، هتقارن بالجوب اللي عندك وتعمل جنريت فيدباك. تمام. ده هو الورك فلو. يعني حاجه انت اللي حاططها، المسار بتاعك معروف من البدايه. تمام. نطلع هنا بس. تمام. الايجنت انت هنا انت عندك درجه من ان انت تبقى مستقل في اختيار انت هتعمل ايه بعد كده. طب ازاي يعني؟ مثلا اليوزر بيقول لك قارن ما بين ثلاث شركات واعمل لي سيرش عن ارباحها، ثم مثلا احسب معدل النمو بتاع كل شركه. طيب الايجنت قدر يقرر او قدر يبحث اول حاجه عن الشركه الاولى، يبحث عن الشركه الثانيه، ويبحث عن الشركه الثالثه. عمل سيرش على الثلاث شركات. تمام. بعد كده يقرا الريزلت بتاع الثلاث شركات اللي هو طلعهم. بعد كده يستخدم كالكوليتور، تمام، عشان يحسب الارباح. بعد كده يكتشف مثلا ان انت عندك نقص في سنه معينه، ويروح يدور في السنه دي كمان اللي يبقى عنده نقص، يكتب المقارنات بتاعتها. المسار هنا مش ثابت. انت هنا عندك يوزر جول، ال ام ديتكتد، تمام، نيكست اكشن. يعني انت عايز تعمل ايه؟ نيكست اكشن. عندك تولز كتيره جدا في السيرش. عندك ال ام يعني بيشوف انت بيدور على حاجات كتيره في نفس الوقت. يعني ممكن يروح داتابيز ويقارن لك ويحسب ويعمل. فده ايجنت مش غالبا انت مش عايزه يعني يعمل، يعني مش بيعمل فلو. تمام. هنا وده سبب مهم عشان اللانج جراف ظهر، عشان الرسم البياني او الرسوم البيانيه اللي انت بتسمح بالعوده كل شويه اللي انت بترجع كل شويه لخطوات انت عملتها. مش بس انت بتطلع للامام، لا انت ممكن ترجع كمان لورا. جميل. طيب يا باشمهندس احنا كده فهمنا احنا ليه ال ام او اللانج جراف ليه ظهرت اصلا. طيب خليني اقول لك ان
احنا ليه اصلا مش بنكتبها بايثون؟ عشان حد كان سألني السؤال ده قبل كده يعني في سيشن. احنا ليه احنا ممكن نكتب بايثون عادي والموضوع يبقى بسيط؟ لا، كل يعني دي نقطة مهمة جدا في اي انترفيو. كل حاجة انت بتعملها باللانج جراف من حيث مبدأ كتابته بايثون عادي عادي جدا. انت ممكن تستخدم فانكشن وكلاسز واف والس ووايل وداتابيز والكلام ده كله. بس السؤال هنا، هل يمكن؟ لا، السؤال الانفراستراكشر بتاعتها اللي انت هتكتبها او اللي انت تعمل تيستنج عليها، او السكيل لما يحصل هاي سكيل عندك في الكودينج، او توصل ان انت تكبر السيستم بتاعك ده ونختبرها وتعمل لها تيستنج. هل فعلا الكود بتاعك اللي انت هتكتبه هيكون طويل جدا، تمام، وهيكون فيه اخطاء جدا، بس مع الوقت هتحتاج الى ان انت تعمل مانج ستيت، تمام، هتحفظ التشيك بوينتس كل ده وانت بتكتب كود بايثون طبعا. هتكمل التنفيذ بتاعك اللي انت وقف، يعني انت مثلا بتكتب كود كل شويه ترجع تغير فيه، تمام. في حاجات سنسيتيف بعد الاوبريشن سنسيتيف، مش هتقدر كل شويه تعيدها، تمام. فاللانج جراف كان بيديك موديل موحد ان انت تبني النوع ده من السيستم، بدل ما تقعد كل شويه تعمل ران تايم كامل بنفسك، تمام. فعشان كده احنا اخترنا اللانج كلاب، ان هو فريم ورك كامل بيسهل علينا ان احنا نكتب كود بايثون من الاول، كمان بطريقه منظمه. كل عليك ان انت بس بتستدعي الباكج بس بتاعتك وبتقدر تشتغل بيها، تمام. كل ده طبعا هنشوفه في الجزء البراكتيكال يعني في اخر السيشن. احنا يعني في سؤال كان مهم جدا، يعني مش عارف ليه ما بدأناش باول السيشن، بس انا بحب اخش في التفاصيل على طول. هي ليه اصلا اسمها نهج جراف؟ عشان احنا بنعمل لما بنيجي نبدا الاوبريشن بتاعتنا او البروسيس بتاعتنا، تمام، بنبدا ننفذها على شكل جراف. ازاي يعني؟ الجراف ده بيتكون من ثلاث حاجات مهمين جدا: الستيت، تمام، والنود، والايدج. النود هي الخطوه التنفيذيه، يعني غالبا دي اللي بتكون فيها الفانكشن كلها، تمام. يعني لو مثلا هريتريف الدوكيمنت، هكول الموديل، هاكستراكت التول دي، هعمل سيرش. النود مش بالضروره تبقى ال، تمام، ممكن تكون بايثون فانكشن، ممكن تكون اي بي اي كود، ممكن تكون داتابيس كويري، ممكن تكون ريتريفال او فاليديشن، او هيومن ابروفد، او ال ام كود، او تول اكستراكشن. الوثائق الرسميه، تمام، يعني او الدوكيمنت بتاع اللانج جراف بتوضح ان النودز بتاعتك دي بتنفذ الجزء بتاع الفانكشن، ايا كان الفانكشن دي بتنادي ايه، تمام. طيب الايدج دي يا باشمهندس بتعمل ايه؟ هي الريليشن او الانتقال ما بين النود ونود لنود تاني. يعني ازاي؟ انا دلوقتي هعمل ريتريفال، بعد ما هعمل ريتريفال هبدا ارانك الريتريفال بتوعي ده، تمام. فمعناها ان انا بعد ما اخلص الريتريفال بنتقل للستبس اللي بعديها. الستيب اللي بعديها هي الرانكينج، تمام. وقد تكون الايدج دي ثابته عشان انت بتروح من ال بي، او كونديشن ايدج. انت مثلا بتقول له لو انا مثلا هنا، خلينا نشخبط هنا كده شويه. لو انا مثلا رحت عند ايدج مثلا اكس مثلا ولقيتها ان هي مثلا بتساوي 10، فقشطه كمل. طيب طب لو انا رحت عند ايدج مثلا وما لقيتهاش بتساوي 10، المفروض يبقى عندي نقطه ثانيه، تمام، هلاقيها مثلا بتساوي اكس مثلا بتساوي 11 مثلا، تمام. فساعتها يروح لي الجنرال سيرش او التكنيكال سيرش بتاعي. طيب الستيت هي البيانات المشتركة اللي بتتحرك عبر الجراف وبتبدأ تتطور أثناء التنفيذ بتاعك. يعني مثلا أنت بتعمل كلاس بتسميه ايجنت ستيت، تمام، بتحط فيه المسج والكويري والدوكيمنت والانسر، ومثلا ريتراي كاونت مثلا، تمام. بس يعني زي حاجه جيسون بعد الريتريفال بيجي لك مثلا الكويري مثلا وات از ذا لانج جراف، بيرجع لك الدوكيمنت ودوكيمنت 1 دوكيمنت 2 دوكيمنت 3 والانسر بتاعك، تمام. وبيقول لك ريتراي كاونت مثلا زيرو، تمام. فكر فيها كده كملف مثلا ان هو كل موظف، يعني مثلا الستيت بتكلم على الستيت، كل موظف بيستقبل الملف بتاعك، يقرا البيانات اللي بتخصه، ينفذ مهمته، يضيف او يعدل معلومات، يبدا بعد كده يدي الملفات دي للخطوه التاليه اللي هي النود، يبدا يكلم للام فيها،
وبعد كده بتروح للايدج بتاعك. تمام. خليني اقول لكم ان ازاي خلينا نشوفها احسن في الكود في اخر السيشن. خلينا نركز احنا في الجزء الثيوريتيكال بس. تمام. طيب الحته دي اللي احنا شرحناها برضه عشان تشوفوا. لو انا رحت عند ايدج ولقيتها ان هي النود لما بتبعت الايدج والايدج دي ما فيهاش الانفورميشن بتاعتي، فساعتها انا بعمل حاجه اسمها كونديشنال ايدج. تمام. ان احنا بنروح نعمل راوتر. دي حاجه اسمها راوتر. تمام. الراوتر دي الراوتر دي اللي هو راوتر فانكشن. يعني لو انا ما لقيتهاش، لو انا ما لقيتش مثلا في الريتريفال اللي طالع لي بعد ما عملت رانكينج مثلا، راح ما عملش رانك بطريقه صح، بعمل ايه؟ راوتر فانكشن عشان الكونديشن. يعني هي عامله زي اف والس، بس هي ما لغتش الاف والس، هي فقط فصلت الانتقال من نود لنود، او من مرحله تنفيذ ستيب معينه لمرحله ثانيه. دي نقطة مهمة عشان بعض الحاجات بتقول ان اللانج جراف. تمام. خلصنا كده من الاف والالس، وده مش صح. احنا ما زلنا بنستخدم كونديشنال كونديشن ايدج. لكن بدل ما احنا بيكون التحكم فيه ان انت تتحكم في التنفيذ مثلا متوزعة داخل كذا فانكشن ضخمة، لا، او فانكشن كبيرة، انت بقى عندك الموضوع موضح في جراف معين. تمام. طب ليه مش بستخدم اللوب دي؟ اللوبس. ليه اللوبس مهمة جدا في الايجنت؟ تمام. عشان التشين التقليدي غالبا، اللي يعني تشين، يعني انت عندك هنا، يعني تبقى دي ده كل الشرح اللي احنا شرحناه، الايجنت ستيت. تمام. ان انت بيكون عندك كويشن ودوكيمنت وانسر وريتراي كاونت. بعد كده عندك الديفولت ريسبولد انسر والنيو انسر. تمام. ودي الكونديشن ايدج اهي، ان انت عندك كونديشن انسر او رايت كويري مثلا. دي اللوبس بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي. دي اللوبس مهمه جدا في الايجنت بتاعك. تمام. خليني اقول لك ان التشين تقليدي غالبا بيكون مثلا ان الطريقه بتاعتك ان ايه هتروح لبي، وبي تروح لسي، وسي تروح لدي. ده اللي تشين التقليدي اللي هي السي اللي انت على طول يعني. الايجنت مش بيعمل كده. الايجنت هو بيعمل ال ام، مثلا ال ام او ايجنت. تمام. بيروح لتول ريكويستد. تمام. التول دي بتبدا تروح ل ام تاني. ال ام تاني ده بيبدا يروح يعمل تول تاني. تمام اهي، تول ريزلت، ويرجعها لك. تمام. او يعمل مثلا جنريت، تعمل جنريت ال ام مثلا، يعمل جنريت لحاجه. وبعد ما بيعمل جنريت بيكون عندك مثلا ريفيو. الريفيو بتاعك ده يا اما بيكون جود، يا اما بيكون باد. صح؟ طيب. بس وبعد كده لو جود بيعمل فينيش انسر. لو باد ببدا اخد منه مثلا بقول له اعمل ريفيرس مثلا، ريفيرس. وبعد ما بيعمل ريفيرس بقول له دخلني تاني على الريفيو. تمام. الجراف ممكن نسمع بالكلام ده كله. تمام. ان انت عندك ايجنت تو لوب. تمام. ان انت بقى دي اللي هي الحته دي، ان انت لو عندك الكلام ده باد بتعمل ريفيرس. بعد ما بتعمل ريفيرس بيطلع يعمل لك ايه؟ ريفيو تاني. وده تقريبا قلب كتير من الايجنت، ان الموديل بيستدعى اكتر من مره. لو طلب طول تتنفذ او اداه، تمام، بتبدا النتيجه بتاعت الطول دي ترجع للموديل، والموديل يبدا يقرر هل اطلب طول تانيه ولا لا. يعني مثلا سيرش، لو انا مش عاجبني السيرش في الموقع ده اروح اسيرش في موقع تاني، وهكذا. تمام. في بقى مشاكل كتيرة جدا بتقابل اللانج تشين، بس خلينا نقولها في فيديو تاني ونكتفي بهذا القدر من المعلومات. وهنكمل إن شاء الله المشاكل الحقيقية الأولى، إن هي اللي طلعت في لانج تشين وإزاي نبدأ نحلها.
تمام يا شباب، شكرا لحضرتكم وأنا متقبل أي تعليقاتكم. لو في أي حاجة مش مفهومة يا ريت تقولوا لي كومنتات، وإن شاء الله نبدأ نعيد لو في حاجة مش واضحة. وانا طبعا يعني جل من لا يسهو لو في اي معلومه انا قلتها غلط او في حته. يعني كل ده يعتبر ما بدأناش لينك تشين، كل ده بنقول التعريف بتاعها، ليه بنستخدمها، ليه هي ايجنت، وايه هو الفرق ما بين الايجنت والفريم ورك. تمام، لو في اي معلومه مش واضحه يا ريت بلغوني في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي حاجه. شكرا لكم جدا. السلام عليكم.